ليسمع 120 مليار دولار. ليسمع الرقم هذا يحسب الناتج المحلي للدولة ولا ميزانية إعادة إعمار دولة خاضت حرب عالمية. الرقم هذا الإجمالي لطلبات الاستيراد المودعة في المنصة الرقمية لوزارة التجارة الخارجية للنصف الثاني من سنة 2026 واللي حكينا عليها في هذا الفيديو اللي نشرناه في 9 جويلية 2026. بعبارة أخرى، المشترون والمتعاملون الاقتصاديون قرروا في 6 أشهر إفراغ الخزينة العمومية واحتياطي الصرف وحتى آخر بئر للنفط كون يصيبوا يفرغوه. والسؤال ماشي شحال طلبوا، السؤال شكون طلب هذا الدوفيز الكل. وهنا تأتي دور الرقمنة اللي فضحت كلش، فضحت الشيء اللي كان يدور من قبل في الكواليس ولسنوات تحت شعار استيراد المواد الأولية لترقية الإنتاج الوطني. وخلينا نعطيكم بعض التحف الاقتصادية اللي كشفتها المنصة الرقمية في تقاطع البيانات مع الضمان الاجتماعي والضرائب. يلا بينا. متعامل اقتصادي بشركته اللي تتكون منه هو فقط وربما المفتاح اللي في جيبه قدم طلب ب 200 مليون دولار لاستيراد الكتاكيت. نعم، الفلالس بقيمة ميزانية قطاع كامل. التحفة الثانية، شركة مصغرة تقدمت بطلب أكثر من نصف مليار دولار 600 مليون دولار عمر راسك لاستيراد أقمشة وسجاد، مبلغ يتجاوز المجمعات الصناعية الكبرى الراسخة في النسيج. وهاي ليك الكبيرة أبو الهول، شركة فيها 9 عمال فقط، طلب صاحبها 3.5 مليار دولار لاستيراد مسابح وألعاب مائية جاهزة. وهذه لازمها فيديو سبيسيال لها باش نعرفوا 3.5 مليار دولار واش نقدروا نديروا بها في هذا المجال بالذات. راهي مصانع في روبوتات في كل أنحاء العالم تكون عندها فروع. استثمار ضخم هذا، ماهيش استيراد. الأرقام تؤكد أن هناك أكثر من 20 مليار دولار من الطلبات جاءت من مؤسسات عدد عمالها من 0 إلى 5 عامل. تخيل مؤسسة بلا عامل تطلب ملايين الدولارات بالعملة الصعبة وتدعي أن لديها خطوط إنتاج وتصنيع. والكارثة، موقع GPS أظهر الورشة في شقة أو في عمارة. المنصة الرقمية أظهرت كيف كانت تستغل ثغرات نظام الاستيراد السابق لتضخيم الطلبات وتضخيم الفواتير وتحويل العملة الصعبة عبر شركات سورية أو ورشات وهمية. والسؤال المطروح اليوم بعد أن كشفت المنصة الرقمية هؤلاء المنتفخين وهميا، ما هي الخطوة القادمة لإزاحتهم نهائيا من طريق المصنعين الحقيقيين الذين يخلقون القيمة المضافة ومناصب الشغل الحقيقية؟ هذا مكان. صلوا في رواحكم. السلام عليكم.